ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ انا نازله دلوقتي خارجه افطر مع قرايبي وعايزه اعمل ميك اب خفيف. اول حاجه رطبت بشرتي، وبعد كده ده بيبي كريم من جولدن روز. كنت قلت لكم عليه قبل كده في فيديو مشترياتي. ابتدي اوزع البيبي كريم. بعد كده انا كده وزعت الفاونديشن او البيبي كريم. بعد كده هستخدم الكونسيلر بتاع ويت ان وايلد. ابتدي احط كده بالمنظر ده، وببتدي اعمل له ابتدي ادمجه بالسبونج بالشكل ده. بعد كده هبتدي اسرحها الاول، وبعدين بعد كده هثبتها ببنفيت، ماسكارة بنفيت. طبعا انا بعمل بطريقه سريعه، مش بنزل الحواجب، بنزل شعر الحواجب وبعد كده اوقفه. الكلام ده انا مش بحب اعملها، يعني بحب اعملها بطريقه اسرع يعني. او كده. بعد كده هستخدم شادو الحواجب من لونا، و ابتدي احط كده عليها عشان بس املى الفراغات اللي موجوده بين الشعر. انا متاخره يا جماعه ولازم اعمل بسرعه جدا الميك اب بتاعي. بعد كده بستخدم قلم الحواجب بتاع شي جلام عشان بس ارسم كده كام شعرايه من قدام هنا في الحاجب بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده. كده هستخدم الماسكارا المفضله بتاعتي فولسز من ميبلين. ابتدي احط منها. طبعا انا بحط على الكاميرا مش شايفه اي حاجه، يعني لازم احط قدام المرايه برضو. وبحب كده وانا بحط الماسكارا يا جماعه زي ما قلت لكم ان انا الف الرموش كده بالمنظر ده. الماسكارا دخلت في عيني. شايفين يا جماعه ازاي غيرت شكل رموشي تماما؟ بجد بحب الماسكارا دي جدا. شايفين الرموش كده ظهرت. بعد كده هحط ميبلين سوبر ستاي خفيف جدا جدا على الحواف كده، بس هحدد بس الشفايف من برضو ميبلين سوبر ستاي. حطيت كام نقطة اعمل بيهم البلاشر بالمنظر ده. لو عايزين تشوفوا الاوتفيت كامل تابعوني على الانستجرام عشان تشوفوا ازاي عملت له ستايلينج وازاي انا اخترت اللبس ده، وعشان تشوفوه كامل على بعضه. إيمان العاصي هي فعلا عايزة اغسل فرش الميك اب بتاعتي استعدادا للعيد برضو، فحطهم في مية ونقطة بريل ونقطة زيت زيتون. وده كده يا جماعة الفرش بعد ما غسلتها حطيتهم على فوطة نظيفة وسبتها علشان تنشف. الاوردر ده كنت طالباه من زارا. اخيرا عرفت البوكس بيتفتح ازاي. الموضوع مش محتاج مقص خالص على فكرة، بس كده بمنتهى البساطة اتفتح.
وده شكل التغليف بتاعهم، شيك قوي زي ما انتوا عارفين زارا يعني. ده كده حاطينها في الداست باج بتاعها. اهي شكل الشنطة. هي تعتبر يا جماعة بصوا يعني هي شنطة وكلاتش في نفس الوقت، يعني ممكن تتمسك كده كلاتش. الدرجة دي حلوة قوي والموديل نفسه حلو وجديد. الدرجة البيج دي درجة نيوترال وتليق طبعا على حاجات كتير قوي قوي قوي. بصوا شكلها عجباني جدا جدا جدا، بس مش عارفة ليه مش حاطين جواها فيلينج كده عشان الجلد. المفروض احط جواها حاجات املاها من جوه عشان الجلد بتاعها ما يبصش. دي الايد بتاعتها برضو شكلها تحفة قوي اهي. بصوا هحط لكم الريفرنس نمبر بتاعها من على الويب سايت بتاعهم او الابليكيشن. بس بصوا شكل التشين نفسها شكلها حلوة قوي، يعني رقيقة جدا بصراحة، عجبتني قوي قوي. قولولي انتوا رأيكم ايه فيها في الكومنتس. كده انا حسيت ان انا فعلا استعديت للعيد. انا مش عارفة هلبس ايه، بس بجد الشنطة دي كفاية انها عملت لي كده مود العيد. بفكر يا جماعة اجيب البلوزة دي من زارا، بصراحة عجباني قوي. شكل الكم بتاعها عجبني جدا، كنت حاجزاها من فترة وعاملة ان هما يعني يبعتولي ايميل اول ما توصل، وفعلا بعتولي انها وصلت. فبفكر اجيبها للعيد. هو النهارده الاثنين وليله الجمعة، مش عارفة بصراحة هتلحق توصل ولا لا. شكل الكم ده تحفة قوي وعجبني، واصلا هو طالع موضه قوي شكل الورد ده في كل حاجه بقى، يبقى تشوكر او في الكم في اي حاجه على شنطه، فطلع ترندي قوي. قولوا لي كده رايكم تنفع البسها في العيد ولا لا، لان انا حاسه ان لونها برضو غامق شويه على انه عيد.